تصدق ان فكرة نضارة واحدة لكل المسافات مش جديدة خالص؟ زمان جدا الناس كانت بتعاني بنفس مشكلتك، نضارة للبعيد ونضارة للقريب، لحد ما ظهر بنجامين فرانكلاين وقرر يحل المشكلة بنفسه. بيكم مع البرنس اوبتيكال، برنامج معلومة عن البصريات. بنجامين زهق من تبديل النضارات، راح قاصص العدسات بتاعة القراية، العدسات بتاعة المسافات، ولزقهم في بعض. عمل الجزء العلوي للمسافات والجزء السفلي للقرايه. ومن هنا جت فكره العدسات المالتي فوكال اللي هي بالطريقه بتاع بنجامين اسمها باي فوكال. ومع الوقت التكنولوجيا اتغيرت وبقت تدمج المسافات كلها في عدسه واحده من غير ما يبقى في خط فاصل زي بتاع بنجامين. وده اللي بنسميه دلوقتي العدسات التقدميه او المالتي فوكال او العدسات متعددة البؤر. يعني العدسات المالتي فوكال اللي انت بتلبسها النهاردة هو تطوير لفكرة بدأت من 200 سنة. يعني ببساطة زمان كانوا بيحاولوا يجمعوا نضارتين، دلوقتي بقى عندك التكنولوجيا اللي تخليها لك نضارة واحدة بس. لو انت اصلا بتبدل بين نضارتين يبقى المالتي فوكال معمولة ليك. ابعت رسالة على الواتساب دلوقتي بمقاساتك واحجز عدساتك المالتي فوكال. بسرعة ابعت مقاساتك على الواتساب اللي هيظهر قدامك، او ممكن تشرفنا في الهرم في شارع نصر الثورة. شكرا، سلام عليكم.